الملتقى ويهفو الفؤاد له تائقا معا في مجالس ذكر الإله. بكم نلتقي في رحاب التقى لكم ننتقي من بساتينها حديث الندي الشذا رائقا. لدى العلم يحلو به الملتقى ويهفو الفؤاد له تائقا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة ومجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. مجلس القرآن هذا هو عنوان مجلسنا لهذا اليوم. نسأل الله أن يكون مجلسا مباركا. يعني هذا المجلس طبعا طالما أنه مجلس قرآن فلا بد أن يكون مجلسا مباركا إن شاء الله. والحقيقة أنا كل فترة يعني شهر كده أو شهرين بين الحلقات التي أقدمها في مجلس الرحمة وكلها حلقات علم كما تعلمون مع السادة العلماء والدعاء، وأيضا بنتحدث عن الإعجاز العلمي ونتحدث عن كثير من الموضوعات التي قد تخص المجتمع في إطار مجلس الرحمة. لكن يروقني دائما وهذا أيضا من حضراتكم وباقتراحاتكم التي أسمعها دائما إنه يا أستاذ محمد يا ريت تبقى تدخل لنا كده حلقة خاصة بالقرآن الكريم. وانتوا يعني عارفين مدى حب أهل القرآن للقراء. يعني قراء القرآن الكريم دائما ينالون حبا، ينالون تقديرا، ينالون احتراما من جميع الناس سواء في مصر أو في العالم العربي والإسلامي. فأنا الحقيقة بناء على رغبتي برضو وبناء على حبي للسادة القراء وأنا أعرفهم جميعا وأتشرف بهذا، وبناء على رغباتكم أنتم فبنعمل كده حلقة تهدينا وتطمئن قلوبنا الذين يعني آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وخير الذكر هو القرآن الكريم. معي اليوم ضيفا علي وعليكم شخصية من القراء المصريين الذين يعتبرون من سفراء القرآن الكريم، يعني ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي والإسلامي. جاب الكثير من الدول سفيرا للقرآن الكريم وأعجب الملايين في مصر وفي العالم العربي والإسلامي. تعالوا كده نسمع يعني الكروان، نسمع هذا الصوت الشجي الندي العذب الرقيق ونرجع حضراتكم نشوف انتوا عرفتوه ولا لا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات
كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، خاصة إذا تلي هذا الكتاب المبين وهذا القرآن العظيم وهذا الذكر الحكيم بصوت عذب شجي نقي ندي كصوت أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم المسلمي. إيه النور ده؟ الله يبارك في حضرتك. إيه النور ده؟ إيه الجمال ده؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. ما شاء الله. الله يعزك. بسم الله ما شاء الله عليك يا مولانا. ربنا يبارك فيك. منورنا والله. الله يعزك. يا أهلا بيك يا مولانا. التلاوة دي كانت يعني مسجلة، هي واضح ان الصوت فيها صوت رائع ورائع جميل. نعم. من زمان يا مولانا التلاوة دي. لا والله ما لها يعني حاجة قريبة يعني سنة كده ولا حاجة. يا سلام. بسم الله ان شاء الله ما شاء الله. شيخ ابراهيم، يعني انا عايز ابدأ بحاجة الحقيقة انا بحبها كتير، انه نفسي دور الكتاب اللي علمكم، علم جيل الرواد زي حضرتك وزي مش عايز اذكر يعني اساتذتنا ومشايخنا كلهم يعني اللي موجودين لانهم كلهم حبايبي. الكتاب حضرتك نظرتك ايه بالنسبة للكتاب دلوقتي؟ يا ترى كتاب النهاردة اللي هو يعني كاد ان يتلاشى او يختلف زي كتاب امس من حوالي 40 سنة او 50 سنة زي اللي انتوا اتعلمتوا؟ والله يا استاذ محمد يعني الخير في وفي امتي الى يوم القيامة. تمام. يعني ايامنا طبعا الايام بتختلف والوضع يعني كان لسه مش زي وضعنا ما كانش زي الايام دي يعني. تمام. كان الاب زمان والبيت والبلد وكله بيحافظ، لازم الابن يحفظ القرآن. ده يعني الاب والاسره ساعة ما الولد يعني يتكلم وقبل ما يروح المدرسه والكلام ده كان كله لازم على الشيخ على طول الصبح. يا سلام. نعم. يعني والدك رحمه الله كان بيشجعك كتير على حفظ القرآن. والدي هو كان برضه من اهل القرآن، ووالدتي برضه يعني الحمد لله من بلد كلها يحفظوا القرآن. نعم. ويش بلد اسمها ويش الحجر. يعني كان فيها مثلا كل بيت من كبير لصغير، من حريم أنا أعرف حضراتكم يعني كقراء للقرآن الكريم من مشاهير القراء، يعني أنا أعرف إنه الكتاب يعني حتى لو هو بعيد كنتوا بتقطعوا له المسافات. ده كان في ناس بتيجي من بلاد تانية. يا سلام. والله ويسكنوا إقامة، يعني ياخدوا إقامة والله إقامة ويقعدوا في البلد ولغاية ما يحفظوا القرآن وياخدوا ويخلصوا أحكام ويبقى طالع ما شاء الله على الدراسة. الكتاب زمان الشيخ ابراهيم يمكن السادة القراء برضو وحضرتك منهم قالوا لي انه ما كانش بس بيحفظ، ده كان بيعلم القراءة والكتابة. ايوه ده اللي انا عايزه. كان باللوح طبعا الف ب. يا سلام. امال ايه اللوح ده كان اللوح الخشب. اللوح الخشب والالوان الكتابه الارتواز. ارتواز كانوا بيسموه صح؟ نعم. القلم الارتواز. نعم. ما كانش بقى وكان مثلا 20 25 30 40 طالب او
عند الشيخ. صحيح. وحتى مولانا كان اعتقد انه حتى قسوة الشيخ كان الناس بتتقبلها يعني. ما كانش حد بيقول كان احنا كنا بنخاف لما بنشوف الشيخ جاي من شارع تاني ولا حاجه، كنا بنجري من شارع تاني. وكان والله اللوح اللي ما يحفظش يعني فيها ضربة بقى، الضرب. هو بقى اللي احنا دي الرسالة يا مولانا اللي احنا عايزين بس يعني نوصلها للشباب والأمهات، انه يعني تعليم القرآن مش سهل يعني لا هو لا صعب، هو مش سهل، شق طبعا، واخد بال حضرتك. وعاوز جهد وعاوز دايما الأب يكون حازم. ايوه ومتابعة. انا اللي قال لي الشيخ عبد الفتاح الطروطي حفظه الله والشيخ محمد اخوه بيقول يعني انه والدهم كان رحمة الله عليه كان يعني يقسو عليهم كثيرا اذا هو مثلا قال له سمع، انت هتسمع اللوح، كنتوا بتسموه اللوح مش كده؟ نعم. اللوح ده اللي هو عباره عن ايه يا شيخ ابراهيم؟ اللوح الربع مثلا او نص الربع، اللوح اللي عليك يعني اللي كاتب الشيخ على في اللوح. الشيخ مكتوب كان بيكتب على اللوح الايات دي قد تكون صفحه ربع نص ربع تبع فبيقولوا كانوا بياخدوا علق طبعا لغايه ما لازم حفظوا. كنا الشيخ عندنا كان يعني يجيب حصوره صغيره كده وهنا يحطها تحت الودن هنا. بس اتعلمت كويس. لا طبعا اتعلمت كويس، كان تعليم تمام يعني تعليم، ولذلك اللي ما تعلمش في الكتاب ايوه ما يعتبرش يعني مش كتاب المدرسه الاولى لتعليم التعليم كله والله. هو طبعا القران واللي يحفظ القران تلقى استاذ محمد متفوق في دراسته. الله يكرمك، انا اعرف الكلام ده. نعم انا اعرف الكلام ده، متاكد منه. انا كان يعني الفصل اللي كان معايا في المدرسه يعني بفضل الله علماء الوقت عالميين. يعني عندنا الدكتور حسن ابو الامين ده اللي هو كان مدير معهد العلوم. نعم دكتور عالمي. وعندنا يعني مدير يعني مناصب كبيره جدا. صحيح. مناصب كبيره كويسه جدا يعني عالميا. يعني الكتاب تقصد ان هو كان بيخرج جيل واعي، جيل ذكي، وحتى لو هو كمل في التعليم العادي يعني مثلا دخل كلية طب، دخل كلية هندسة، دخل اي حاجة، بس بيبقى ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن ايوه طبعا يفتح له مخه. ودي حقيقة احنا مش بنبالغ يعني فيها، وانما حقيقة وعلميا يعني مكتشفة انه القرآن بيزيد من ذكاء الانسان يا مولانا. طبعا دي حاجة معروفة. ما تلاقيش واحد حافظ القرآن وغبي ابدا. القرآن فيه كل حاجة. تمام. تعليم فيه كل حاجة. تمام. يعني القرآن ده نور. طيب النور ده عايزين نسمعه من النور. الله يبارك فيك. يلا اتفضل اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. سلام عليكم
طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. عليك ما شاء الله ما شاء الله. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا شيخ إبراهيم الله 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 عليك. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله 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 الله. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله 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 الله. ليست عليك ما شاء الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش. السلام عليك. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. الله عليك ما شاء الله ما شاء الله. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يا سلام. وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. يعني روح ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبنا والله بالقرآن يا مولانا. حبايبك بادئين بقى عايزين يكلموك اهو. معانا الأستاذ محمود عزت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ أهلا وسهلا اتفضل. اخبارك يا عم الشيخ؟ الله يكرمك ويبارك فيك. عزك. قيمة وقامة وعلم للأهلية كلها والله الشيخ إبراهيم المسلمي. حبيبي الله يخليك يا أستاذ محمود. ربنا يبارك. ربنا يعزك يا شيخ إبراهيم ودايما مشرفنا ورافع راس الأهلية كلها والله. حبيبي الله يكرمك تحرمش منك. ربنا يعزك يا مولانا. وأنا بشكر قناة الرحمة وكل القائمين عليها وبدعي لمحمد حسان ربنا يا رب يشفيه ويقوم لنا في السلامة. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. جزاك الله خيرا. ربنا يعزك يا عم الشيخ ويقويك ويديك الصحة يا رب ويديك الصحة يا غالي. أنا سعيد والله يتم سعادتي. الله يبارك فيك عزك ما تحرمش منك. ربنا يعزك يا عم الشيخ. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا استاذ محمود، ونستاذن حضرتك يا مولانا في فاصل ونكمل ان شاء الله باذن الله. مجلس القرآن مجلس ممتع ومجلس مبارك كما تشاهدون وكما تسمعون، لكن هنكمل هذا المجلس المبارك بعد الفاصل. أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم. أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآمن. أي منتج عشبي لابد أنه يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%. ألترا سليم كورس كامل للتخسيس. إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار. ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر. ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل. ألترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة. هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم. تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الأنسولين من البنكرياس. ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال. فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن، حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011 5 2 156 011 5 5 437 أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب GIT أو جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها. القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان. فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري. نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. جيت فري. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر. آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم
25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. بوجه عناية عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر أو خارج مصر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه هي جلسة القرآن الكريم. دائما مجلس القرآن هو مجلس مبارك، يعني تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. الحقيقة أنه القرآن الكريم لابد أن يزين بأصوات رائقة رائعة، والحمد لله وهذا بلا فخر، ويمكن أيضا أن نفتخر به. في مصر لدينا قراء على 3 أجيال. في هناك الجيل القديم، الجيل القديم بقى طبعا الرواد الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ عبد الباسط، الشيخ الحصري، الشيخ راغب، كل الجيل القديم لم أذكره كله، وبفضل الله تبارك وتعالى يعني رزقني الله نعمة دخول بيوت هؤلاء الناس، وتشرفت بلقاء أهليهم ولقاء ذويهم، وتحدثنا في أعلام الأمة عنهم كثيرا. الجيل الوسط اللي هو منه ضيفنا النهاردة وهو فضيلة الشيخ القارئ الكبير الشيخ إبراهيم السلمي، الذي لا يقرأ في مصر فقط وإنما في العالم العربي والإسلامي، وجاب الكثير من الدول. لو إن الحلقة تكفي ان احنا نتكلم عن هذه الرحلات، طبعا انا لا اعتقد هذا. خلونا كده نسمع مرة تانية فضيلة الشيخ ابراهيم المسلمي. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا مولانا، بارك الله فيك. حضرتك لحقت مين من الجيل القديم يا شيخ إبراهيم؟ والله أنا جيل الرواد طبعا أنا بسميه. ربنا أكرمني، وأنا برضو تقريبا ذكرت قبل هذا يعني أنني شفت عم الشيخ مصطفى اسماعيل وكانت أمنية حياتي. نعم. وأنا صغير فشفته وشهدت رأي العين، يعني جلست أمامه في عزاء في طناح. نعم نعم. طيب الشيخ عصام من دمياط، الشيخ عصام الأمير أكيد يعني. الشيخ عصام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ عصام. يا مرحبا. ازيك يا أستاذ محمد؟ يا أهلا بيك. ازيك يا شيخ عصام، عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ كل سنة وأنت طيب. يا مرحبا ونعم الشباب والله ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك يا رب. أهلا بيك. اتفضل يا شيخ عصام. الحمد لله بخير. عاوز تكلم مولانا ولا إيه؟ يا ريت والله. اتفضل مولانا معاك. ازيك يا سيدنا؟ الله يبارك فيك. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك عامل ايه؟ منور يا حبيبي، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. ربنا يرفع قدرك يا حبيبي ويعزك. ربنا يكرمك يا رب. جزاك الله خيرا يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك يا حبيبي، كل سنة وانت طيب. ربنا يسمعنا كده عنك دايما خير يا رب. الله يخليك. تأمرنا بحاجة يا شيخ عصام؟
شكرا جزيلا، متشكرين. الاخ اشرف من الاسماعيليه، السلام عليكم. الو. دهليه. طيب اتفضل. السلام عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بيك. معاك اشرف ابراهيم بسيبس رأس الخليج شربين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. طبعا يا استاذنا جايب النهارده علم كبير. طبعا. علم يعني من القلائل الموجودين اليومين دول. نعم. في مصر. الله يكرمك. مش كلام. الله يكرمك يا حبيبي. الله يكرمك. نعم الشيخ ابراهيم مسلمي قارئ يعني لن يتكرر في التاريخ. الله يكرمك. الله يكرمك. يا عم الشيخ ابراهيم. ازيك يا حبيبي؟ منور. ازيك يا ابا منور يا عم الشيخ. ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ تمام يابا والله الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويعزك. ربنا يبارك فينا فيك يا رب. سلامنا الوالد الكريم وسلامنا الاسره. الله يسلمك يا سيدنا وربنا ما يحرمنا منك ابدا ونشوفك دايما في العلالة يا رب. الله يكرمك يا حبيبي. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. حبايبك كتير عايزين يكلموك بس انا عايزين برضو يعني عايزين يكون لنا نصيب برضو في الكلام معاك يعني. طيب الشيخ مصطفى الله يرحمه، الشيخ الليثي، هل الشيخ الليثي الشيخ محمد الليثي ربنا اكرمني وقرأت معاه في مرتين، مرة في الأنطرة غرب. نعم. ومرة في عندنا في الدقهلية في 100 العام. تمام 100 العام. واعجب كده بصوته. محترم، ربنا يرحمه يا رب ويحسن إليه. كان من القراء يعني الواحد يعني بتعتز بيهم، من الناس الطيبين الصالحين اللي كان بيحترم الصغير والكبير. وكان يعني احكي لك واقعه سبحان الله، انا كنت مرتبط معاه في الانطره. نعم. وتعبت جالي برد فاعتذرت، المهم ما رضوش اعتذاري فرحت يعني طلع الاخ معاه بعد جاب لي حبوب وجاب لي وعلاج وخلاني قرأت. نعم. واخد بال حضرتك؟ لا انا عايز اسمع الحكايه دي بس خلينا نسمع الاخ وائل الاول. اتفضل. ونسمع الحكايه دي لانه حكايات المشايخ جميله جدا جدا. الاخ وائل دقاليه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. والله النهارده يا فندم انا متابع البرنامج بتاع حضرتك، بس النهارده ما شاء الله انت جايب لنا علم من اعلام الدقهليه. الله يخليك. اهلا وسهلا. يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. دي من عالم القران ودي كروان الدقهليه اللي احنا بندلعه. الله يكرمك. كروان الدقهليه والله. صحيح. الله يكرمك يا حبيبي. انا بسميه كده، انا نفسي بسميه كروان الدقهليه. الله يكرمك. صدقني فعلا والله هو دي فعلا كروان الدقهليه اللي احنا بنحب نسمعه دايما. فضيلة الشيخ ابراهيم مسلمي اخ كبير وعالم من اعلام القران بصراحه والله، وعالم التلاوه بصراحه. بس بص يا شيخ وائل، الدقهلية عشان نبقى منصفين. نعم. ما شاء الله مش تعصب ولا حاجه، ولكن الدقهلية فعلا فيها زي ما مولانا بيقول ولاده، وفيها كذا كروان يعني. اوعى تنسى يعني انه مشايخنا احنا بنتعلم منهم. طبعا ما تنساش حبيبنا وحبيب الشيخ كمان مولانا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. اخويا الكبير. ما تنساش الشيخ اسماعيل الطنطاوي، لا تنسى الشيخ حمدي الزامل بقى، الشيخ شكر البرعي، كتير بقى، الشيخ شحات انور، كتير يعني. الشيخ محمد ضيف الشيخ محمد ضيف يعني وكثير. فيعني الدقهلية ولاده ما شاء الله. ما شاء الله. الاخ محسن، السلام عليكم. الحاج محسن اهو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاج محسن. ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ بسلم على الحمد لله على كل حال والله. يا اهلا بيك. الحمد لله تستاهل. فضيله الحاج ابراهيم. الله يخليك. ازيك يا عم الحاج محسن؟ ربنا يعزك. اخويا وحبيبي وصديق عمري. الله يخليك. الحاج محسن عظيم، من اخويا يعني اخ. نعم. وكان خلي بالك يا استاذ محمد، عشان الصداقه والاخوه تفضل بين اثنين اكثر من 45 سنه ما شاء الله. يعني من فضل الله علينا انا والحاج ابراهيم. وانضم لنا اخونا برضه الحاج سيد عوض. هذه الثلاثيه التي لا تترك بعضها في كل الاوقات بفضل الله سبحانه وتعالى. حاج محسن انا اقول لحضرتك يعني ما كان لله دام واتصل. نعم. وما فيش احلى ولا اجمل ولا ابقى من القرآن الكريم، حتى تكون هناك يعني رغبة في المداومة على الاتصال، وربنا يبارك فيكم. والله شرف يا استاذ محمد ليا كبير قوي ان الحاج ابراهيم يبقى يعني الله يخليك. صديق ليا طول العمر. ليا الشرف، انا ليا الشرف يا عم الحاج. وطبعا بنحبه في الله. انا اعتز رحم بين اهله. لقراءته يعني لا ازكيها على الله سبحانه وتعالى. هو من القلائل
الموجودين الوقت اللي هم بيجيدوا بفضل الله استخدام صوتهم صحيح. واستخدام الآيات القرآنية في ان هي توصل لقلوب الناس من فضل ربنا سبحانه وتعالى. صحيح، الخشوع والإخلاص يا حاج محسن. عم الحاج ربنا يرفع قدرك. عم الحاج محسن بالمناسبة يعني ونحن صغيرين كنا بنقفل المسجد بعد صلاة العشاء. المسجد وهو المذيع كان يعني متحدث ما شاء الله. ما شاء الله. وطبعا ما كنا 2 3 في المسجد ويعملوا صوت تحس المسجد فيه. كنا نعمل امسيات بالليل وقافلين بالليل يعني. يا سلام. نعم نقفل ونقرا القران من حبنا لتلاوه القران. ربنا يخليكم لبعض. كنا بنمشي يعني يجي نروح هو على بالمناسبه عمه كان مذيع اسمه الدكتور حمدي حسن كان في اذاعه القران الكريم. نعم. هو دلوقتي ما شاء الله يعني. ما شاء الله. فهو من الناس اللي ساندوني. ربنا يخليكم لبعض يا رب. ربنا يخليكم لبعض. الاخ ويبارك له. احمد من القاهره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ الحمد لله الحمد لله بخير. والله حضرتك انا احب اشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده والشيق، واحب ان انا اتفضل بالشكر للشيخ. الله يكرمك. لان الشيخ بصراحه وبعدين شيوخ مصر كلهم ان هم اللي بثوا التلاوات والقراءات الصحيحه واللي معلمين عزك الله عزك الله من ايام في عبد الباسط والطبلاوي والنبي. بس هو بس ليا رجاء عند الشيوخ العظام. اتفضل. ارجو يعني ان يبقى الانتشار على نطاق اوسع، وان يبقى يطلعوا في البرامج اكثر ونسمع التلاوات اكثر وعلى الميديا والسوشيال ميديا والحاجات دي، لان احنا بصراحه مفتقدين للقراءات العاطره اللي احنا بنتعلم عليها. يعني حضرتك النهارده الاطفال في المدارس اللي ما بيعرفوش ينطقوا القرآن صح، النطق الصحيح والقراءات الصحيحة. فيعني جزاك الله خير لو انت يعني على مستوى الشيوخ الكرام ان هم لما بيقروا بس على الربع ولا حاجة على الشاشة او كده يبقى جزاكم الله خير يعني. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخ احمد. انا بس برد على طبعا الاخ احمد، انا اشكرك جدا على مداخلتك. ويعني بالنسبه للقراء احنا في قناه الرحمه الحمد لله رب العالمين يعني بنهتم بقراءنا جدا، وهذا شيء قليل جدا ان احنا نعطيهم قدرهم، لان القراء الكرام الذين نشروا القرآن الكريم وحببوا الناس، حببتوا الناس باصواتكم الجميله وبادائكم، خليتوا الناس تحب القرآن يا مولانا. بس هناخد اتصال ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. استاذ محمد. اهلا استاذ ممدوح. ازاي حضرتك؟ ابو جهاد معاك. ابو جهاد اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ عاملين ايه؟ الله يخليك ويسلمك يا رب. منور وعندكم القناه نور على نور كمان عشان سيدنا الحاج ابراهيم. الله يخليك. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يعزك يا حبيبي. والله يا استاذ محمد جزاك الله خير، لان فضيلتك بتستضيف اعلام يقرأوا قرآن يرضي الله ورسوله. يا سلام يا سلام. بارك الله فيك. مع الحاج ابراهيم قارئ تقي نقي يقرأ قرآنا يرضي الله ورسوله. والله العظيم انا كنت مع فضيلته من 2 3 حتى هذه اللحظة وانا بحلم بقراءاته. ما شاء الله عليه. الله يكرمك ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حبايبك كلهم بيحبوك، والاتصال اللي جاي ده من حبيب غالي وعزيز علينا كلنا وعلى حضرتك فضيلة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. استاذ محمد ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. ازاي الصحة؟ الله يسلمك. ربنا يخليك يا رب. كل سنه وحضرتك طيبين. ازيك يا مولانا؟ منور الدنيا كلها. الله يبارك فيك. الشاشه ومنور قناه الرحمه. الله يخليك. ويا عم الشيخ ابراهيم عالم من اعلام الامه. الله يكرمك. ربنا يبارك لك. في العالم الاسلامي واحنا بنتعلم منه الصفاء والنقاء والورع والتقى. ونتعلم منه ويزكي على الله. والله يا حبيبي يعني يعلم الله الحق لا نبتغي بها غير وجه الله. احنا بنشوف بدعواتكم يا حبيبي. والله نتعلم منه الكثير، وقارئ من القراء المعدودين. راجل لا يحمل في قلبه ذره حقد المخلوق. الحمد لله. اللهم لك الحمد. ولا يلتفت لاي احد الا انه هو واجب مع ربنا، وراجل احسبه على الله من الصالحين ولا ازكي على الله. واشهد ان انا تعبان اصلا والله العظيم عندي نفس ومش قادر، بس انا يعني احسست ان انا لازم اسمع صوتي واسمع صوتي برضه على الهوا كده.
ونسألكم الدعاء بالشفاء كده، ونسألكم الدعاء ربنا العرش العظيم أن يتقبل منا ومنه يا رب، ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. يا رب اللهم صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن بصراحة طيبين وموعظ الدنيا كلها. شكرا يا حبيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك. مولانا والله اتصالات شرحت صدري كده ما شاء الله، ما شاء الله. والله بحب الناس كبيرة، حاجة كبيرة، ده رزقنا يعني احتفالية الناس عاملة لك احتفالية وانت معانا. احنا ماشيين بدعواتهم. الله يخليك. كنت حضرتك انا فاكر اهو بتقول لي في موقف لفضيلة الشيخ محمد الليثي الله يرحمه. انا ايه اللي حصل بقى؟ اعتذرت، يعني حبيت اعتذر وما اروحش، فالراجل قال لي ليه يا مولانا؟ عشان كان عندي برد، كان عندك برد طبعا البرد ما ينفعش القراءة خالص والله. فالمهم اعتذرت، فالراجل قال لي لازم تيجي لان هم مش هيصدقوا ان انا ما قلتلكش وكده مش عارف ايه، وعشان خاطري قلت له طب يا حاج انا هاجي. نعم اتفضل. انا هاجي بس مش هنزل من السياره. فالمهم رحت هناك لقيت عم الشيخ محمد الليثي الله يرحمه ويحسن اليه ويتجاوز عن سيئاته وشفع فيه القران يا رب يا رب يا رب. قال لي تيجي لغايه هنا وتمشي ازاي؟ ازاي تيجي من دهليه لغايه الانطره وكده، ولازم تعال ولازم تيجي تقعد وتقرا. بعد هو اخ موجود لغايه الان اسمه مؤمن الفكهاني، استاذ مؤمن محب القراء. نعم. حبيب صديق. حتى طلع الفلوس، قلت له طب الفلوس يا مولانا. المهم وجاب لي العلاج والعيشه اتدنت. قال لي اطلع. قلت له اطلع فين يا عم الشيخ؟ قال لي لازم تطلع تقرا. يا سلام. يعني الشيخ محمد الليثي بعت يجيب لك علاج علشان تقدر تطلع تقرا. نعم. ايه اللي والله ده القرآن رحم بين اهله فعلا. نعم. حبايبك في الكنترول محضرين لك كده حاجه حلوه، حضرتك تشوفها ونكمل معاك ان شاء الله باذن الله. اتفضل. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. تلاوة يعني من الجنة يعني كما يقال. طيب معنا الأخ إبراهيم العزب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله الحمد لله بخير. والله يا دام الله ذكركم ونفعكم بالقرآن يا رب. يا رب تقبل يا رب. أشكرك على الاستضافات الجميلة اللي أنت بتعملها لنا والله وتجيبها لنا. الحمد لله. كويسة الله يكرمك والقراء المهرة. الله يكرمك يا حاج إبراهيم. الحاج إبراهيم أخونا وحبيبنا. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا عم الحاج؟ والله ازي حضرتك؟ الحاج إبراهيم مبتهل ما شاء الله. مبتهل ما شاء الله. وبنذكر قناة الرحمة اللي هي بتواصل مع المستمعين بالاصوات الجيده والمقرئين المجيدين اللي قالوا في هذا الزمان. يعني المقرئين دلوقتي المجيدين قال ما هم
يعني في الوقت اللي احنا فيه. لا شيخ ابراهيم ان شاء الله باذن الله، اللي الشيخ قال ان حضرتك مجتهد، فباذن الله نبقى معلش علشان احنا في اواخر الحلقه، فنبقى ان شاء الله باذن الله نسمع حضرتك بالتليفون ربنا يكرمك ونستضيفك ونشكر حضرتك على المداخله ربنا يبارك فيك كثيرا. حاج ابراهيم مولانا الشيخ ابراهيم المسلمي، يعني انا عايز اقول من ضمن برضه القراء اللي حضرتك التقيت بيهم مين؟ عم الشيخ الله رحمه الله عليه، سيدنا عم الشيخ راغب غلوش. الشيخ راغب قرأت معاه؟ قرأت معاه في ميدان ام كلثوم في المنصوره. اصله انتوا يعني انتوا من مدرسه الشيخ راغب يعني. هو حبيبي انا يعني هو من الناس اللي انا كنت بقعد عشان اسمعه. كان تقريبا تأثيره فيك واضح يا شيخ. قرآن 8. نعم. واخد بالك قرآن 8 في الإذاعة. زمان. تمام. ورحت ذهبت إلى العزاء، قابلت عم الشيخ راغب ما شاء الله، يعني كان ربنا يعطيله. سمعك بقى؟ طبعا، ده انا اقول لحضرتك. فلما أذنا العصر وصلينا العصر وقالوا اتفضل يا مولانا. قال لي اتفضل فين؟ انت اللي هتقرأ. يا سلام. حق من امات وسيد محمد. قلت له اقرا ازاي؟ ده على اخلاق اصحاب القران. الناس منتظرينك يا مولانا. جايبينك وانا جاي بس معاك كده يعني. يعني شرف ليا بس كده. نعم. قال لي لا تقرا. المهم طلعت قرات 10 دقايق كده. يعني بقت لغايه ما انتقل الى رحمه الله. نعم. كنا يعني الحمد لله بفضل الله على اتصال، وكان يتصل بيا واكيد اعجب بيك. قرات معاه بقى يعني حوالي 3-4 مرات او 5. ما شاء الله. وعم الشيخ حسان نفس الله يرحمه ويحسن اليه ويتجاوز عن سيئاته. كان من الناس اللي انا قرات مع عم الشيخ حسان قبل الشيخ راغب. نعم. رحمه الله جميعا. آمين. أبقى الله حياتك وجعلك ذخرا للقرآن. الله يخليك. ودائما سفير للقرآن. الله يكرمك. ده الوقت، حكم الوقت. أنا عايز أقول لك حاجات كتيرة جدا جدا، بس ده حكم الوقت. وحبايبك عملوا لك احتفالية. جزاهم الله كل خير. الله يكرمك. شرف. جزاكم انتم كل خير. الله يكرمك. ده شرف لنا يا مولانا. جزاكم الله كل خير. والله يا مولانا. القائمين على القناة، واشكر فضيلة الدكتور محمد حسان واخواته والاستاذ محمود والاستاذ حسن والاستاذ حسن كلهم بيحبوك. ربنا ما هم اهلنا يعني، احنا وحبايبك في الكنترول. الدنيا كلها بتحبك. المصورين اشكرهم، مخرج والقصد اللي معاه، واشكرك يا استاذ محمد. الله يكرمك. وربنا يرفع قدركم يا رب ويبارك فيكم يا رب ودايما الى الامام ان شاء الله. يا رب. اللهم شرفتنا مولانا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء، في ختام هذا المجلس المبارك، وكان بعنوان مجلس القرآن، لا يسعنا الا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا وضيفكم الحبيب فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم المسلمي، الذي أمتعنا بهذا الصوت الشجي النقي الندي. ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. العلم يحلو به الملتقى ويكفل. اسمك يا حاج؟ عرض العلوم فلا بد ان يكون مجد في العالم، وإن عليه لطلاوة وإن بسم الله. يعني كان في التعليم والله ما شاء الله. أنا حبايبك بادئين بقى عايزين يكلموك اهو. معانا الأستاذ محمود عزت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ أهلا وسهلا. اتفضل. أخبارك يا عم الشيخ؟ الله يكرمك ويبارك فيك. قيمة وقامة وعلم للتأهلية كلها والله الشيخ إبراهيم المسلمي. حبيبي الله يخليك يا أستاذ محمود. ربنا يعزك يا شيخ إبراهيم، ودايما مشرفنا ورافع راس التأهلية كلها والله. حبيبي الله يكرمك، ما تحرمش منك. ربنا يعزك يا مولانا. وأنا بشكر قناة الرحمة
وكل القائمين عليها، وبدأ محمد حسن ربنا يا رب يشفيه ويقوم لنا بالسلامة. اللهم امين يا رب. اللهم امين. جزاك الله خيرا. ربنا يعزك، ربنا يعزك يا عم الشيخ ويقويك ويديك الصحة يا رب، ويديك الصحة يا غالي. أنا سعيد والله ثم سعادتي. الله يبارك فيك ويعزك. ربنا يعزك يا عم الشيخ، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا استاذ محمود، ونستاذن حضرتك يا مولانا في فاصل ونكمل ان شاء الله باذن الله. مجلس القرآن مجلس